السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عاملين ايه يا رب؟ تكونوا بخير. ظاهرة كده جديدة ظهرت ان انا اقلع الحجاب. بقلع الحجاب ايه بعد ما ربنا كرمني وعطاني؟ امال ايه المشكلة يعني؟ مشكلة ان بتشوفني ناس كتيرة وممكن تتشبه بينا. تمام كده؟ تمام. طيب هو ربنا ليه؟ هو اوعي تكوني فاهمة ان ربنا لما بيكرمنا يدينا حاجة نمشي عليها ده غلط ولا بيقيدنا. هو بيحمينا من اي حاجة بتحصل. شوف الدنيا من حواليك، التحرش اللي بيحصل والبتاع اللي بيحصل. لا انتي عايزة ترضي ربنا ايا كان الطريق ايه. اصل الحجاب مكبرك. الحمد لله انا راضية بشكلي كده. لا انتي كنت احلى من غير حجاب. ما انت هتلاقيهم كتير في حياتك بقى، هتلاقيهم كتير. ايه ده اللي انتي لابساه ده؟ ولا ايه اللي انتي عاملاه ده؟ الا من رحم ربي يعني. تمام. على فكرة انا بنتي محجبة وهي في رابعة ابتدائي. تمام. الحمد لله يعني. احنا ازهريين، الازهر يعني عشان القرآن، فبيلتزم ان احنا ايه جوه دايرة المدرسة لازم الحجاب. في ناس ملتزمة بره وجوه، في ناس لا انا التزمت بره وجوه. ليه؟ علشان ما يبقاش الحجاب انتي لابسه تبقى تحترميه بره وجوه. مش فرح. هو مش اقلع بره والبس جوه والبس جوه واقلع بره. ما هو دي ذبذبه. لا ما بحبش الذبذبه دي. ما بحبش الذبذبه دي. ايه ده؟ ايه صغيره سنة؟ لا مش صغيره، ده هي بسم الله ما شاء الله انسه وزي العسل. زي العسل. الحجاب مكبرها؟ لا ده زي السكر فيه. زي السكر فيه. طالما حاجه بترضي ربنا يبقى خلاص من النقطه بقى ومن اول السطر. نقطة بقى من أول السطر. ملهاش نقاش. انت بتربي وبتطلعي بتأسسي ما بكرة وبعد تبقى لازم تأسسيها شرعها دينها قال ايه. ما هي بكرة وبعده ممكن تبقى في قبرها، ولا تلحق تتجوز، ولا تلحق بتاع، تبقى تلحق ان انت ربيتي لما تقف قدام ربنا يا أب. يعني انت مش هتعدي كده على الصراط كده بعد تتحاسب على امك واختك، وتتحاسب على زوجتك، وتتحاسب على ابنك. هتتحاسب على كله. يبقى راعي ربنا في اللي انت بتعمله، علشان ده شرع الله. شرع الله ما فيهوش كده، ما فيهوش اي تجادلات. ومش حياتنا السوشيال ميديا مش حياتنا اللي احنا هنفضل في نسيب عيالنا فيها، ولا نسيب عيالنا فيها للناس اللي بتنصحهم. الناس القدوة. حجابك، حياتك، ودينك تمسك فيهم كده، وقرآنك تمسك فيهم كده بإيديك واسنانك. هم دول النجاة بتاعتك. مش النجاة حبيبتي ان انت تقلع شعرك. ايه فرحة ان انت تقلع شعرك وتبين شعرك دلوقتي، وبعد كده لما نروح عند ربنا نقول يا ليتني. لا. ده ربنا حبيبك، ده ربنا طبيبك، ده ربنا لطيف بيكي. عايز ترضيه. شوفي لو عايزه ترضي رب، ده احنا اللي محتاجينه يا ماما. احنا محتاجينه وبنرضوه. شوفي انت بقى لما بتحبي ماما ولا بتحبي بابا، لله المثل الاعلى. شوفي لو عايزه ترضيهم، شوفي بقى بالله لو عايزك اي حاجه عايزاها بطرفة عينك كده ممكن يعملها لك. عايزه جوز صالح، عايزه تسديد دي، عايزه ربنا يكرمها، عايزه بتاع. ما احنا رساله في الدنيا، وهنتحاسب على ابنائنا. لازم نكون قدوه حسنه. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.